أنتم تستمعون إلى بودكاست Self Synergy and Impact مع Leadership Coach و Attachment Styles Expert دكتور يمنى المصري، حيث نناقش في كل حلقة مفاهيم وأدوات تساعدنا على فهم أنفسنا، تحسين علاقاتنا، وزيادة فاعليتنا كقادة ومؤثرين. صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التغيير وإنه إحنا عندنا قدرة على التغيير أكتر بكتير من ما أغلب الناس بتكون متخيلة. طبعا هنا بتكلم عن التغيير المقصود، التغيير اللي إحنا عايزين نعمله بمزاجنا، مش التغييرات اللي بتحصل كده كده غصب عننا. وأحد الأسباب إن إحنا قدرتنا على التغيير كبيرة قوي هي إنه مش كل التغيير، حتى التغييرات الكبيرة مش كلها بتحتاج وقت ومجهود. في منها بيحتاج وقت ومجهود، وهتلاقوني في بداية بعض المواضيع بقول لكم دي حاجة ممكن نغيرها بس هتحتاج وقت ومجهود علشان نقدر إن احنا نغيرها. لكن في حاجات تانية كتير وحاجات مهمة وحاجات بيبقى ليها أثر كبير، التغيير فيها ممكن يحصل بسرعة جدا، ممكن يحصل في لحظة. وده علشان التغيير بيحصل لما بيحصل حاجة اسمها paradigm shift، والبارادايم شيفت دي ممكن تحصل في لحظة. الترجمة اللي موجودة لبارادايم شيفت هي تغيير جذري في النموذج الفكري، بس المعنى أبسط من كده بكتير. كلمة بارادايم معناها المنظور بتاعك تجاه أي حاجة أو عن أي موضوع، فأنت قادر تشوف إيه، زائد تفسيرك للي أنت شايفه، إيه المعنى اللي أنت مديه للحاجات اللي أنت شايفها دي، الحاجات اللي أنت قادر تشوفها عن الموضوع ده أو في الموضوع ده، أنت فاهمها إزاي أو أنت مترجمها لإيه أو إيه معناها بالنسبة لك. وده كله على بعضه بيكون مفهومك عن الموضوع ده، المفهوم اللي أنت بتنطلق منه في التفكير عن الموضوع ده، في التعامل مع الموضوع ده، في موقفك تجاه الموضوع ده، وهكذا. فهو ده البارادايم. ولما بيحصل بارادايم شيفت معناها إنه في حاجة حصلت خلت ده يتغير، خلتك تبقى شايف حاجات ما كنتش شايفها أو فاهم الحاجات اللي أنت شايفها بطريقة جديدة. بس في الآخر ده بيؤدي إن أنت بتفكر في الموضوع بطريقة مختلفة، بتتعامل معاه بطريقة مختلفة، موقفك منه يمكن يكون مختلف and so on، وهكذا يعني. النهاردة هنتكلم عن الطرق المختلفة اللي بيحصل بيها paradigm shifts، وهديكوا أمثلة كتير عن ال paradigm shifts واللي بتحصل بكل طريقة من الطرق دي، وهقول لكم إيه الهدف من الكلام ده وليه أنا اخترت إن أنا أتكلم معاكم عن الموضوع ده النهاردة. بس عايزة الأول أبتدي بأول مثل ل paradigm shift أنا فاكراه من أول مرة اتعرفت على مفهوم ال paradigm shifts، وده كان في كتاب The Seven Habits of Highly Effective People لستيفن كوفي. والكتاب ده بالمناسبة أنا قريته أول مرة وأنا عندي 21 سنة حاجة زي كده، وعلق معايا منه مفاهيم كتير من ضمنها المفهوم اللي بنتكلم عنه النهاردة. وبعد كده قريته تاني بعدها يمكن ب10 سنين أو 12 سنة حاجة زي كده، وما كنتش لسه ساعتها دخلت الفيلد ده كشغل، بس كنت كبرت بقى شوية وتعرضت لحاجات أكتر في الحياة وبقيت فاهمة حاجات أكتر. فلما قريت الكتاب ده أثر عليا بطريقة مختلفة خالص. وبعدين قريته تاني قريب بعد ما أنا بقالي سنين بشتغل في المجال ده ودرست حاجات كتيرة قوي فيه، وأنا بقراه المرة دي حاسة إن هو كنز من المعاني والمفاهيم اللي قد كده مهمة وقد كده اتبنى عليها في المجال بتاع ال personal development، التنمية الشخصية. حاجات كتيرة قوي، كورسات وكتب ومفاهيم جديدة ونظريات وحاجات كتيرة قوي اتبنت على الكلام اللي مكتوب في الكتاب ده. ويمكن يكون الكتاب ده نفسه أكيد مبني على كلام اللي قبله for sure، بس يعني بالنسبة لي الكتاب ده من الكلاسيكيات في المجال ده، وأي حد ما قراهوش أو ما قراهوش من زمان وبيحب يقرأ ويعرف أكتر في المجال ده definitely I recommend it، أكيد برشحه إن أنت تقرأ. ففي الكتاب في أوله ستيفن كوفي بيتكلم عن مفهوم البارادايم شيفت، وبيدي مثل بحكاية صغيرة. الحكاية إنه كان راكب القطر في يوم الصبح بدري والدنيا هادية، والناس اللي في القطر اللي بيقرأ جورنان واللي بيقرأ كتاب واللي مغمض عينه ومريح راسه. وبعدين القطر وقف في محطة وركب راجل ومعاه 3 ولاد صغيرين. الراجل قعد جنب ستيفن كوفي وغمض عينه وسند راسه، والولاد ابتدوا يجروا في العربية بتاعة القطر، يعملوا دوشة وإزعاج ويضايقوا الناس ويحدفوا حاجات على بعض ويخطفوا الجرايد من الناس اللي بتقرا، والراجل مغمض عينه وملوش دعوة خالص وكأنه في دنيا تانية.
الناس كلها بقت متضايقة وعمالة تبص على الولاد وتبص على الراجل، وهو ستيفن كوفي نفسه بقى متضايق جدا وعمال يفكر انه مش معقول كده، يعني ازاي الراجل ده سايب ولاده كده؟ ما ينفعش، ما يصحش، مش معقول، وانه لازم حد يقوله حاجة. فقرر ان هو يقوله. ابتدى يتكلم وهو حاسس يعني ان هو كتر خيره جدا ان هو بيتكلم بهدوء وماسك اعصابه في الموقف المستفز ده. وبيقول للراجل: يا استاذ، يعني مش معقول كده، ولادك مضايقين الناس كلها، لازم تعمل حاجة. فالراجل فتح عينه وبصله وقال له: عندك حق، لازم اعمل حاجة، بس انا مش عارف اعمل ايه. وقال له ان هما لسه راجعين من المستشفى، وان مراته ماتت في المستشفى قبلها بساعة، وان هو مصدوم ومش عارف يعمل ايه، وانه اكيد الولاد كمان مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه. في اللحظة دي حصل عند ستيفن كوفي بارادايم شيفت. فجأة الموقف كله بقى له معنى تاني. بعد ما كان شايف الراجل تنح والولاد دول قلالات الأدب، بقى شايف إن الراجل في صدمة وبيمر بكارثة، وإن الولاد دول كمان في حالة صدمة، وده ممكن يكون رد فعل للصدمة اللي هم فيها. وبعد ما كان متنرفز جدا من الراجل وحاسس انه الراجل ده لازم حد يهزقه ويسمعه كلمتين عشان يفوق وياخد باله من ولاده، بقى متعاطف مع الراجل وحاسس انه ده راجل بيمر بأزمة وازاي اقدر ان انا اساعده. وغير طبعا كلامه تماما مع الراجل وعزاه وقال له: طيب اقدر اساعدك ازاي؟ تحب تتكلم في حاجة اقدر اعملها؟ ده مثل ستيفن كوفي بيديه عن البارادايم شيفت، ازاي في لحظة معلومة صغيرة غيرت الموقف كله. البارادايم شيفت زي ما قلت لكم بتحصل بطرق مختلفة، بس قبل ما ندخل على الطرق دي عايزة أقول لكم ليه أنا حبيت أتكلم معاكم النهاردة في مفهوم البارادايم شيفت. كتير من المواضيع اللي هنتكلم فيها إن شاء الله في الأسابيع الجاية هيبقى جزء من الهدف بتاعها إن هي تعمل بارادايم شيفت يخلينا نقدر إن احنا نغير الحاجات اللي احنا عايزين نغيرها. ومهم إن احنا نبقى فاهمين إن مش دايما التغيير بيحتاج وقت ومجهود. أحيانا التغيير بيحصل في لحظة بسبب حاجة سببت بارادايم شيفت، وأحيانا بيحتاج أيام، وأحيانا بيحتاج أسابيع، وأحيانا بيحتاج شهور وسنين. والتغييرات اللي بتحتاج شهور وسنين بتبقى تغييرات تستاهل الوقت والمجهود، لأنها بتغير في حياتنا جامد قوي. بس كمان إحنا محتاجين نبقى عارفين إنه تغيير ممكن يحصل في لحظة، علشان لما تيجي اللحظة دي نبقى جاهزين لها، ما نبقاش متخيلين إنه كل تغيير لسه قدامه كتير، فنبقى منفتحين على فكرة إنه في أي لحظة ممكن يحصل تغيير كبير، أو ممكن تجيلنا الفرصة إن احنا نعمل تغيير كبير احنا عايزين نعمله. بس لازم نبقى احنا جاهزين ومستعدين للمفهوم ده، علشان لما الفرصة دي تيجي نستغلها في إن احنا بسرعة نعمل التغيير ده. ومايكل نيل بيدي مثل بحبه قوي عن فكرة إنه مش لازم التغيير الكبير ياخد وقت ومجهود وشغل. مايكل نيل بالمناسبة هو مفكر وكاتب أمريكي وترانسفورماتيف كوتش، وله عدد من الكتب البست سيلرز، من ضمنها كتاب اسمه The Inside Out Revolution، ثورة من الداخل للخارج، وسوبر كوتش. فالمثل اللي مايكل نيل بيديه عن الفكرة دي فكرة إنه التغيير للأحسن، التغيير كبير في حياتنا مش لازم يكون هياخد وقت ومجهود وشغل. بيقول: تخيل إن أنت كل يوم الصبح بتروح الشغل سايق لمدة ساعة. ده الكوميوت بتاعك، ده الطريق بتاعك كل يوم من البيت للشغل. بتسوق لمدة ساعة في طريق زحمة جدا، المرور فيه وحش، ما فيهوش أي مناظر طبيعية، زحمة ودوشة وترافيك بس، والطريق بياخد منك كل يوم ساعة. جيت أنا قلت لك على طريق جديد أنت مش عارفه وناس كتير مش عارفاه. الطريق ده هيوصلك من بيتك لشغلك في تلت ساعة، من غير زحمة، من غير دوشة، من غير ترافيك، وفي مناظر طبيعية جميلة. ورحت فعلا وجربته ولقيته زي ما أنا بقول. هياخد منك وقت ومجهود قد إيه علشان تبطل إن أنت كل يوم تروح من الطريق اللي بياخد وقت ودوشة وزحمة وترافيك، وتروح من الطريق التاني اللي أسرع وأحلى في كل حاجة؟ غالبا مش هياخد منك حاجة، مش هتحتاج تقعد تفكر وتدرب نفسك وقت كتير. هتقرر ان انت ابتداء من بكرة كل يوم هتروح وترجع من الطريق الجديد ده. فأحيانا التغيير في حياتنا بيبقى بالبساطة دي، ان انت بتعرف معلومة ما كنتش عارفها او بتتعلم حاجة ما كنتش متعلمها، وده بيغير حاجة كبيرة قوي. طيب ايه الطرق المختلفة اللي بيحصل بيها paradigm shifts؟ أول طريقة هي اللي احنا شفناها في القصة بتاعة ستيفن كوفي، إنه يجيلك معلومة تغير نظرتك للموقف كله. هديكوا مثل تاني على النوع ده من البارادايم شيفتس. تخيلوا معايا واحدة متجوزة بقالها 10 سنين وسعيدة جدا مع جوزها، وبتشكر في جوزها وشايفة إن هو راجل عظيم
وحياتهم حلوة وهو بيحبها وراجل مخلص وعندهم حاجات جميلة كتير في حياتهم وذكريات جميلة كتير بينهم، وفي صورة معينة هي شايفة بيها الراجل ده اللي هي متجوزاه وعايشة معاه، وشايفة بيها حياتهم مع بعض. فجأة اكتشفت إنه متجوز عليها بقاله 5 سنين. فجأة كل حاجة اتغيرت. فجأة نظرتها للراجل ده ونظرتها لل5 سنين اللي فاتوا اللي هي كانت شايفاهم 5 سنين جميلة ومليانين ذكريات جميلة كلها اتغيرت، رغم إنه اللي حصل بينهم في ال5 سنين دول فعليا ما اتغيرش بس معناه اتغير. فجأة كل ذكرى كانت شايفاها ذكرى رومانسية بقت دلوقتي شايفاها كذب وخداع. فجأة حاجات كتيرة قوي قالها لها بقت دلوقتي ليها معنى تاني بالنسبة لها. فجأة كل السفريات اللي كان المفروض بيشتغل فيها دلوقتي بقت بتتخيل عنها حاجات مختلفة تماما. معلومة واحدة غيرت كل حاجة في 5 سنين فاتوا، رغم ان احداث ال5 سنين دول زي ما قلت ما اتغيرتش بالنسبة لها. الاحداث اللي هي عاشتها، المواقف اللي حصلت بينهم في ال5 سنين هي اوريدي حصلت، بس دلوقتي مع المعلومة الجديدة تفسيرها بقى مختلف وإحساسها بيها بقى مختلف. لما بتفتكر ال5 سنين اللي فاتوا بتفتكرهم وبتشوفهم كحاجة مختلفة تماما عن اللي كانت بتشوفها لما كانت بتفكر فيهم أو بتفتكرهم قبلها بيوم واحد، لأن حصل بارادايم شيفت مهول بسبب معلومة ما كانتش عندها أو حاجة ما كانتش عارفاها وبقت عارفاها. تاني طريقة من الطرق اللي بيحصل بيها paradigm shifts هي إنه يبقى فيه أداة جديدة أو تتعلم مهارة جديدة أو يبقى فيه تكنولوجي جديدة تغير نظرتنا ومفهومنا عن حاجة، تحول حاجة من غير متاحة لمتاحة أو من صعبة لسهلة أو من حاجة ناس قليلة اللي ممكن تعملها لحاجة عادي كل الناس بتعملها. فاختلاف التكنولوجي بتاعة الاتصالات مثلا غيرت تماما مفهوم إنه الواحد يبقى عايش في بلد تانية وشكل علاقاته ودرجة التواصل ما بينه وما بين أهله أو قرايبه أو الناس اللي في حياته، أو لو اتنين متجوزين وكل واحد عايش في بلد. شكل الاتصالات ودرجة التواصل اللي بقت expected اللي بقت متوقعة في الحالات دي اختلفت تماما. كان زمان الناس لما بتتصل بحد في بلد بعيدة بتبقى اسمها مكالمة ترانك وقاعدين بنحسب الدقايق عشان الدقيقة الواحدة بقد كده فلوس والفاتورة هتيجي معرفش عاملة ازاي. وقبلها كمان كانت الناس لازم تطلب مكالمة من قبلها أو تروح تتكلم من السنترال، وغير كده الناس بتتواصل بجوابات أو كانوا بيسجلوا شرايط كاسيت لبعض، وعلى ما توصل بيكون الأخبار اللي فيها ممكن تكون اتغيرت. والمكالمات الترانك دي كانت بتبقى مختصرة ويدوبك بتقول يعني المختصر المفيد أو أهم حاجات. دلوقتي احنا بنبقى عايشين في بلاد مختلفة وبنكلم بعض كل يوم وبنقعد نرغي وبنشوف بعض فيديو وبنفرج لبعض الحاجات اللي اشتريناها ولا الأماكن اللي رحناها، وأوقات بنسيب الخط مفتوح واحنا بنعمل حاجة علشان نتسلى مع بعض واحنا بنعملها. فمفهومنا عن العلاقات عن بعد أيا كان طبيعة العلاقات، مش قصدي بس علاقات الارتباط، بس قصدي العلاقات مع الأهل والأصحاب اللي في بلاد مختلفة بقى مختلف تماما. وده أكيد له تأثيره على حاجات تانية كتير، على قرارات ممكن ناخدها، على تصرفات ممكن نعملها. النوع ده من البارادايم شيفتس اللي بيعتمد على إن أنت تتعلم مهارة جديدة أو يتاح ليك تكنولوجي جديدة له أمثلة كتير قوي. منها مثلا السواقة. ناس كتير قبل ما تسوق بتبقى شايفة إنها حاجة معقدة جدا، أنا مطلوب مني إن أنا أركز في الطريق والناس اللي ماشية على رجليها والعربيات التانية وقواعد المرور، وافتكر انا كنت رايحة فين وادي اشارة واتحكم في العربية، وقبل العربيات الاوتوماتيك انه العربية ما تطفيش مني وانا بحاول انقل. بالمناسبة انا كنت تماما واحدة من الناس دي وما اتعلمتش اسوق مانيوال، كنت لسه بحاول اتعلم انقل من غير ما العربية تطفي مني، وبعدين الحمد لله جبنا عربية اوتوماتيك وقتها فاتعلمت على طول على اوتوماتيك. بس كانت بالنسبة لي السواقة حاجة مبهرة جدا، يعني ازاي هركز في كل الحاجات دي في وقت واحد. وطبعا بعد ما اتعلمت السواقة خلاص بقيت زي كل الناس اللي بتسوق تقريبا، حاجة بتعملها من غير ما تحتاج ان انت تفكر فيها، بتبقى بتعملها وانت بتفكر في حاجات تانية او انت بتسمع مزيكا او انت بتتكلم مع حد راكب معاك في العربية وبتاخد بالك من العربيات والطريق وبتدي اشارات وكل الحاجات دي مع الحاجة التانية اللي انت بتعملها عادي جدا. وامثلة تانية كتير قوي. لو اي حد فيكو فكر في نفسه او بص حواليه هيلاقي حاجات كتيرة جدا نظرته ليها، مفهومه عنها، تعامله معاها اتغير تغيير جذري
يا إما بسبب أداة أو تكنولوجي ما كانتش موجودة وبقت موجودة، يا إما بسبب مهارة جديدة ما كانتش عنده وبعدين اتعلمها. ودي حاجة إن شاء الله هنعملها مع بعض قريب لما نتكلم عن تول بستعملها بسميها TTR Thoughts to Reality، الأفكار للواقع، وتتعلم إن أنت تستخدمها وتتعلم المهارات اللي أنت محتاجها علشان تقدر تستخدم الأداة دي. هتغير نظرتك ومفهومك عن العلاقة ما بين الأفكار اللي أنت بتفكرها والواقع اللي حياتك بتبقى عليه أو النتائج اللي أنت بتوصل لها في حياتك. تالت طريقة بيحصل بيها paradigm shifts هي إن إحنا نتعلم نفسر الحاجات بطريقة مختلفة أو نترجمها لحاجة مختلفة، فبالتالي نفهمها بشكل مختلف. فاكرين لما قلت إن البارادايم عبارة عن منظورك، فالحاجات اللي انت شايفها زائد ترجمتك للحاجات دي أو المعنى اللي انت بتديه للحاجات دي، فبالتالي في الآخر ايه اللي انت بتبقى فاهمه عن الموضوع ده. في الطريقة دي اللي بيتغير هو الطريقة اللي انت بتفسر بيها الأمور أو المعاني اللي انت بتديها للحاجات. زي مثلا لو انت let's say ان انت في حتة الناس بتتكلم لغة معينة، وانت اللغة دي عندك يا دوبك على قدها خالص، يا دوبك بتلقط كلمة من هنا وكلمة من هنا، وعلى قد الكلمات اللي انت بتلقطها وبتفهمها انت عمال تخمن معاني للحاجات اللي الناس بتقولها، وبالتالي بتفسر كمان الحاجات اللي هي بتعملها بناء على اللي انت متخيل ان انت فهمته من الحاجات اللي الناس اللي حواليك قالتها. فبقى عندك تصور معين عن الناس دي او عن الموقف اللي انت فيه معاهم او عن الحاجات اللي هم بيعملوها. لو اتعلمت ان انت تفهم اللغة دي وبقيت فاهم الكلام اللي هم بيقولوه، وبالتالي كل الجمل اللي انت عمال تسمعها بتتقال بقى ليها معنى مختلف بالنسبة لك، ساعتها كمان التصرفات اللي بتحصل منهم هيبقى ليها معنى مختلف لأنك بقيت فاهم وعارف حاجات مختلفة عن اللي بيحصل، وبالتالي نظرتك للناس دي، تصورك عنهم وفهمك للموقف اللي انت فيه معاهم أو الموقف اللي انت شايفه بيحصل قدامك هيبقى مختلف تماما. دي الطريقة الثالثة اللي بيحصل بيها paradigm shifts. ده اللي احنا ان شاء الله هنعمله في بعض المواضيع زي موضوع الاحتياجات النفسية الغير واعية. لما نتكلم عنه هنتعلم ان احنا نفهم او نفسر او نترجم تصرفاتنا وتصرفات الناس التانية بطريقة جديدة، علشان هنتعلم ان احنا نشوف اللي ورا التصرفات دي بشكل ما كناش بنشوفه قبل كده، كأنك بتتعلم لغة جديدة. وبالتالي هنبتدي نشوف أولا نفسنا وتصرفاتنا والأسباب الحاجات اللي احنا بنعملها، وثانيا الناس اللي في حياتنا وتصرفاتهم، وبالتالي علاقاتنا بيهم بشكل مختلف عن اللي كنا بنشوفه قبل كده، أو هنفهمها بطريقة مختلفة عن اللي كنا بنفهمها بيها قبل كده. رابع طريقة بيحصل بيها paradigm shift هي إن أنت يبقى عندك معتقد والمعتقد ده يتكسر. المعتقدات اللي بتبقى عندنا وكتير منها معتقدات غير واعية، يعني إحنا مش عارفين إنها عندنا أو مش واخدين بالنا إن هي عندنا، بتبقى زي عدسات بنشوف من خلالها كل حاجة من غير حتى ما نبقى عارفين أحيانا إن إحنا لابسين العدسات دي. ولما معتقد من دول بيتكسر بيبقى كأنك شلت العدسات دي، ففجأة بقيت شايف كل حاجة بشكل مختلف. والموضوع ده له أمثلة كتيرة قوي موجودة في حياتنا، وأي حد فينا هيبص حواليه هيلاقي أمثلة كتير قوي على الموضوع ده، منها أمثلة عامة أكتر ومنها أمثلة شخصية جدا في حياة كل شخص. فخليني أديكوا مثل كده ومثل كده. كان في اعتقاد موجود عند أغلب الناس لغاية وقت مش بعيد قوي إنه النجاح في الحياة وإن أنت يبقى عندك كارير بيعمل فلوس كويسة ولو برستيج وحاجة يعني تشرف قدام الناس لازم بيبتدي بشهادة جامعية، ويا سلام لو كانت من جامعة كبيرة أو كلية من كليات القمة، أو على الأقل خالص خالص لازم يكون شهادة جامعية، وبعد كده وظيفة محترمة وكارير باس واضح. دلوقتي بعد ما بقينا في زمن أكتر ناس عندهم هاي بروفايل، أكتر ناس ظاهرين يعني ومشهورين كناس ناجحة، كناس مشهورة، كناس معاها فلوس كتير، هم الانتربرنورز. وبالنسبة للأجيال الصغيرة هم الستريمرز واليوتيوبرز والجيمرز. وفكرة ان انت تبقى لابتوب انتربرنور وبتشتغل وعايش من اي حتة وبتسافر وملكش مقر معين، وكل الحاجات دي بقت حاجات الناس بتبصلها على ان هي اشكال من النجاح وحاجات مرغوبة من ناس كتير. فما بقاش في النظرة والمفهوم بتاع ان النجاح له شكل واحد محدد تقليدي، واي حد بيبتدي بداية مختلفة عن البداية دي في توقع انه كده خلاص مستقبله ضاع ومش هيقدر ان هو ينجح او يعمل حاجة تستاهل في حياته. فده مثل لاعتقاد اتغير وحصل معاه paradigm shift. مثل لاعتقاد شخصي اكتر في موقف حصل قدامي. واحد كان مرتبط بواحدة، يمكن حتى كانوا مخطوبين، وكان عنده قناعة، كان عنده بليف، عنده معتقد إنه البنت دي ما بتكدبش،
مش بس مش كدابة، هي شخص ما بيكدبش كمبدأ، ما بتكدبش. ابتدى يحصل مشاكل معينة، في حاجات معينة بتحصل في حياتها، في حاجات هو بيشوفها، حاجات هي بتحكيها له، ومعلومات بتجيله بالصدفة من هنا ومن هنا. وبما ان هو عنده هذا المعتقد ان هي ما بتكدبش، فكل حاجة هي بتحكيها هو بياخدها على ان هي فاكت، دي حقائق مفيش فيها احتمالات. وبالتالي كل حاجة تانية هو بيشوفها بنفسه أو معلومة بتجيله بيحاول إن هو يفهمها وفقا للحقائق اللي هو مصدقها بناء على كلامها. والحاجات مش راكبة مع بعض، وهو عمال يحاول إن هو يلاقي تفسير لكل الحاجات وفقا للي هو فاهمه، وشايف الموقف وشايف كل حاجة بتحصل من منظور معين. ولما حد يقول له يمكن هي بتكذب في كذا، بيكون رده إنه لا لا لا، هي مش بتكذب، بس أنا مش فاهم هو ليه بيحصل كذا. لغاية لما في يوم حصل حاجة خلت المعتقد ده يتهز وما اتغيرش هي بتكذب، اتغير من هي ما بتكذبش هل هي ممكن تكون بتكذب. وطبعا أول ما فكر في ده كاحتمال، فبالتالي ما بقاش مفترض إنه الحاجات اللي هي قالتها دي facts، إنها بالضرورة حقائق. وابتدى يبص لكل المعلومات اللي عنده من المنطلق ده. فجأة كل حاجة بقت منطقية، everything made sense، والنظرة اتغيرت تماما، تفسيره لكل حاجة اتغير تماما، وبالتالي تعامله مع الموضوع كله اتغير تماما. طيب ايه الفرق ما بين اللي حصل في القصة دي واللي حصل في القصة الأولانية بتاعت الست اللي اكتشفت إن جوزها متجوز عليها؟ في اختلاف كبير. في القصة الأولانية جالها معلومة جديدة، هي دي اللي غيرت كل حاجة. في القصة دي مفيش معلومة جديدة، هي كل المعلومات كانت عنده، بس هو كان بيحاول يفسر كل المعلومات اللي عنده من منطلق إنه البنت دي ما بتكدبش، حاطط ده كافتراض، وبيفسر كل حاجة، بيترجم كل حاجة بعد كده وفقا لهذا الافتراض. فاللي اتغير هنا انه المعتقد اتغير، الافتراض اتشال، لكن مفيش معلومة جديدة، هي نفس المعلومات بالظبط، بس نفس المعلومات دي تفسيرها اختلف، المعنى بتاعها اختلف تماما لما معتقد اتغير او افتراض اتشال. طيب لو بصينا على الطرق المختلفة اللي بيحصل بيها paradigm shifts اللي قلناها النهاردة، هنلاقي في منهم حالتين البارادايم شيفت بيحصل تقريبا في ثانية. ممكن ياخد مننا شوية وقت صغيرين على ما نستوعب الحاجة ونبتدي نطبقها ونشوف الأمور بطريقة تانية، بس بيحصل تقريبا على طول. في الحالة الأولانية إنه جالنا معلومة ما كانتش عندنا غيرت كل حاجة، وفي الحالة الرابعة إنه كان في معتقد فارض علينا منظور معين، المعتقد ده اتغير، اتكسر، اتشال، اتبدل، فبالتالي بقى في منظور مختلف تماما. وفي طريقتين تانيين بياخدوا وقت أكتر شوية. هياخدوا وقت قد إيه بتفرق من حالة لحالة. فلو بصينا للطريقة التانية اللي هي لما بيبقى عندنا أداة جديدة أو بنتعلم مهارة جديدة أو بيتاح لينا تكنولوجيا جديدة، حسب المهارة دي هتحتاج وقت قد إيه في إن أنت تتعلمها، أو الأداة دي في ثانية هتاخدها هتعرف تستخدمها ولا هتحتاج تتدرب عليها وهكذا. فممكن تاخد شوية وقت صغيرين، ممكن تاخد شوية وقت كتير. ونفس الحكاية في الحالة الثالثة بتاعت إن أنت بتتعلم فهم جديد، بتتعلم إن أنت تفهم أو تفسر أو تترجم الأمور بطريقة مختلفة. دي برضو هتعتمد على سرعة استيعابك واستجابتك لتعلم الطريقة الجديدة دي، اللغة الجديدة، وقدرتك على تطبيق اللي أنت اتعلمته، وحسب الحاجة اللي أنت بتحاول تغيرها. في حاجات مجرد ما بنفهمها بشكل جديد، مجرد ما بنشوفها بشكل جديد، ده في حد ذاته بيبقى تغيير كافي، ده لوحده بيغير كل حاجة. وفي حاجات التغيير الأهم فيها هو التغيير في التصرفات، وهنا بيدخل كمان دور العادات والتعود والبرمجة العصبية، فدي حاجات بتاخد مننا وقت أكتر. بس في جميع الأحوال مفيد إن احنا نبقى فاهمين التغيير بيحصل إزاي، وأنواع التغيير المختلفة اللي احنا ممكن نعملها. وأحد الطرق المهمة إن احنا نبص بيها للتغيير أو نفهم بيها التغيير هي مفهوم البارادايم شيفتس اللي اتكلمنا عنه النهاردة. طبعا متخيلة إنه في بعضكم ده بالنسبة له كلام كبير ونظري وتقيل، بس أتمنى إن يبقى في شوية ناس برضو من اللي بيسمعوني بالنسبة لهم ده كلام interesting وممتع جدا زي ما هو بالنسبة لي. أنا عارفة إن أنا I'm a little bit geeky في شوية حاجات، بس أوقات مش ببقى قادرة أحكم geeky لأنهي درجة في بعض الحاجات. في جميع الأحوال حتى لو الكلام مش interesting وممتع بالنسبة لكم، إن شاء الله التغييرات اللي هيساعدكم إن أنتوا تعملوها، واللي الأنواع المختلفة من البارادايم شيفتس اللي إن شاء الله هنعملها في الحلقات الجاية هتساعدكم إن أنتوا تعملوها،
هتبقى التغييرات اللي انتوا نفسكم تعملوها وتبقى تغييرات مؤثرة ومهمة ومفيدة بالنسبة لكم. هسيبكم مع مقولة لستيفن كوفي بتقول: We see the world not as it is but as we are or as we are conditioned to see it. يعني احنا بنشوف الدنيا مش زي ما هي، بس زي ما احنا أو زي ما احنا متهيئين ان احنا نشوفها. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnalmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو. لو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم، وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر. دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.